الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، عاد الله عليكم باليمن والبركات. النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي ان انا اجمع الخلايا حسب اللون بتاعها. يعني لو انا جايلي مثال زي كده، جدول فيه الوان مختلفة، ومطلوب ان انا اجمع كل لون، كل خلايا بيها لون معين لوحده. يعني مثلا هنا انا مطلوب مني ان انا اجمع كل الخلايا اللي فيها اللون او اللي ملونة باللون الاصفر. ازاي هقدر اعمل الكلام دوت؟ تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة اعمل سيلكت على الجدول كده وادوس كنترول اف. هعمل هنا تشوز فورمات. اول حاجة هعمل بس كلير فورمات دي كده. هعمل هنا تشوز فورمات فروم سيل، واعلم على بالقلم كده على اللون الاصفر، هيطلع لي كده بريفيو. اعمل فايند اول واعمل كنترول ايه، احدد كل الخلايا اللي فيها اللون الاصفر، وادخل على قائمة فورميولا نيم مانجر، وهقول له نيو، وهسمي اللون ده مثلا اصفر، وهقول له اوكي. اوكي واقفل ده. لو جيت هنا قلت يساوي صم وافتح قوس، لو جيت هنا كتبت اصفر هيظهر لي هنا اصفر كده، اروح دايس عليها واقفل القوس وادوس انتر. طلع لي ان اللون الاصفر او الخلايا اللي فيها اللون الاصفر مجموعها 1188. لو جيت هنا علمت وعملت كده كنترول ودوست على جميع الخلايا الاصفر، هيطلع لي 1188. يبقى انا كده مظبوط. تعالوا مع بعض نعمل اللون الاحمر. اعلم هنا كده سيلكت وادوس كنترول اف، وهاجي عند فورمات دي واختار تشوز فورمات فروم سيل، واعلم على الخلايا اللي فيها او اي خلية فيها لون احمر، وهقول له فايند اول وادوس كنترول ايه، وادخل على قائمة فورميولا نيم مانجر. هنا هعمل بقى واحد جديد اسمه احمر، وهقول له اوكي كلوز. هاجي هنا اقول يساوي صم وافتح قوس، هيظهر لي هنا كده احمر، وادوس اوكي هيدينا 2502. لو جيت هنا علمت ادوس كده كنترول على الخلايا اللي فيها لون احمر بس، هتطلع 2502. بس كده خلاص. ده كان موضوع حلقتنا النهارده. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش دعم القناه بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.